في ناس هتقول ان الموبايلين مش نفس السعر، صح؟ اعلى نسخة في سامسونج A54 سعرها حوالي $333، واعلى نسخة في ريلمي 11 برو بلس سعرها $355. وجوه مصر في فرق حوالي 2000 جنيه ما بين الموبايلين. بس في حاجتين لازم تاخد بالك منهم. اولا حجم الرامات والذاكرة اعلى في ريلمي 12 جيجا رام وذاكرة 512، لكن في A54 بتكون 8 جيجا رام وذاكرة 256. تاني حاجة ريلمي بتديك مع الموبايل الشاحن والجراب وكل حاجة، لكن زي ما احنا عارفين سامسونج مش بتديك اي حاجة مع الموبايل، فنقدر نقول ان الموبايلين نفس السعر. في الفيديو ده هنقارن بينهم في 6 نقط اساسية علشان نساعدك تختار الموبايل الانسب ليك. بس كالعادة قبل ما نبدأ عايزك تنزل تعمل لايك لانه بيفرق كتير في انتشار الفيديو، ولو كنت اول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس. لو هتشتري اي موبايل فيهم او هتشتري اي حاجة من موقع نون استخدم اكواد الخصم بتاعتنا واللي هتديك خصم اضافي. لو بتشتري من نون مصر اكتب NN60 او NN61، ولو بتشتري من نون السعودية او الامارات اكتب RAA5 او RAA6. هنبدأ بأول نقطة في المقارنة وهي التصميم، ودي من أهم الفروق ما بين الموبايلين. سامسونج جاي بواجهة أمامية مش مناسبة قوي لسعر الموبايل من حيث حجم الحواف، والشاشة هنا جاية من النوع الفلات بدون كيرف مع نوتش بانش هول صغيرة في المنتصف، بعكس واجهة ريلمي الأمامية واللي جاية بحواف أقل بشكل واضح، والشاشة فيها كيرف أو منحنية الأطراف، وحجم الشاشة أكبر من سامسونج مع نوتش بانش هول برضو. أما بالنسبة للظهر فكل موبايل ليه مميزاته. سامسونج جاي بظهر من الزجاج وبنفس تصميم كل موبايلات سامسونج السنة دي، ظهر سادة بيلمع وبيدي انعكاسات قوية مع الضوء، و3 كاميرات مرصوصين تحت بعض بدون فريم يجمعهم. اما الظهر في ريلمي فاللون اللي معانا واللون البيج بيجي بتصميم من الجلد الصناعي مع وجود شكل زي سوستة متخيطة بالطول، وفريم كاميرات دائري كبير في نص الظهر. الموبايلين قريبين من بعض من حيث السمك والوزن، ولكن حجم ريلمي في الايد اكبر علشان طبعا فرق حجم الشاشة. فمن حيث التصميم الظهر في الموبايلين شيك ومن خامات حلوة، والاختيار ما بينهم هيبقى على حسب ذوقك انت. لكن في الواجهة الأمامية ريلمي بيتفوق علشان فرق حجم الشاشة وحجم الحواف. ولكن خد بالك في حاجة تانية مهمة في التصميم سامسونج بيتفوق فيها، وهي مقاومة الماء والغبار بشهادة IP67، وانه بيستحمل الغطس في المياه العذبة لعمق متر تقريبا، في حين ان ريلمي مفهوش مقاومة للماء والغبار. ودي نقطة بتميز موبايل سامسونج بشكل واضح وبتخليه أنسب ليك لو كان استخدامك للموبايل عنيف. أما تاني نقطة معانا في المقارنة هي الشاشة. النقطة دي محيرة شوية ولكن أنا هساعدك فيها. من حيث المواصفات فهي نفسها في الشاشتين، نوعهم أموليد، دقتهم فول HD وبيجوا بتردد 120 هرتز، والاتنين بيدعموا ال HDR 10+. أما من حيث تجربة المشاهدة فكل شاشة ليها مميزاتها. من حيث التفاصيل وتشبع الألوان الشاشتين ممتازين وهيعجبوك قوي، ولكن كالعادة التفوق في النقطة دي بيبقى لصالح سامسونج. سامسونج بتظبط ألوان شاشاتها جدا، لكن من ناحية تانية شاشة ريلمي أكبر 6.7 بوصة، شاشة سامسونج 6.4 بوصة، ده غير إن حوافها أقل، وده بيدي متعة أكتر في تجربة المشاهدة ومتعة أكتر في الجيمز مثلا وأنت بتلعب. كل ما زاد حجم الشاشة تجربة اللعب بتكون أحلى. ولكن سامسونج بترجع تاني تتفوق في شدة الإضاءة. اوعى تفهم من كلامي إن إضاءة ريلمي ضعيفة، لا إطلاقا، إضاءة ريلمي قوية وبتوصل 950 نتس، ولكن برضو سامسونج إضاءة شاشتها أعلى شوية من شاشة ريلمي. التردد ال 120 هرتز واضح في الشاشتين وباين في سلاسة الانتقال ما بين المشاهد، والموبايلين طبعا فيهم خاصية الأولويز اون ديسبلاي. يبقى شاشة سامسونج بتتفوق في ان ألوانها مظبوطة أكتر وشدة الإضاءة فيها أعلى، وشاشة ريلمي بتتفوق في ان حجمها أكبر والحواف بتاعتها أقل. وبما اننا اتكلمنا عن الشاشة تعالوا بالمرة نشوف البصمة في كل موبايل. الموبايلين بيجوا ببصمة مدمجة في الشاشة، وكالعادة البصمة في سامسونج مش أحسن حاجة من حيث السرعة ومن حيث كمان انك تقدر تعتمد عليها. البصمة في ريلمي بتقدم أداء أفضل بشكل واضح، أدائها أسرع وقليل لما هتغلط في قراية صباعك وتقدر تعتمد عليها بشكل أساسي. وصلنا لثالث نقطة معانا، واحد من أهم الفروق ما بين الموبايلين وهو المعالج والأداء العام. بس قبل ما نبدأ فيها عايز أفكرك تشترك في جروب التليجرام بتاعنا، لأنه بينزل عليه المنتجات اللي عليها عروض وخصومات قوية. هتلاقي الرابط تحت الفيديو، دوس عليه وبعدين دوس جوين أو اشترك. وقريب جدا هنعمل جروب للسعودية والإمارات وهنحط لك الرابط تحت الفيديو.
سامسونج A54 جاي بمعالج من سامسونج نفسها وهو اكزونوس 1380 مع 8 جيجا رام. اما ريلمي فجاي بمعالج من ميديا تك وهو دايمنستي 7050 مع 12 جيجا رام. من حيث القوه المعالجين قريبين من بعض جدا، وفي تقييم انتوتو مثلا هنلاحظ تفوق بسيط لريلمي من اسبابه فرق حجم الرامات ما بين الموبايلين، ولكن في تجربه الاداء الفعلي هنلاقي فروق قويه. في سامسونج الاداء العام سريع والموبايل هيريحك في التصفح وفتح التطبيقات، ومعاك كمان واجهه سامسونج بمميزاتها واستقرارها، ولكن لما هتستخدم ريلمي هتحس انه اسرع شويه، وده بسبب طبعا ان واجهه ريلمي اخف من واجهه سامسونج، ده غير ان حجم الرامات اعلى وهيريحك في فتح تطبيقات كتير. ولكن واجهه ريلمي ما فيهاش نفس مميزات واجهه سامسونج، فلو عايز الاسرع والاريح في الاستخدام يبقى ريلمي، عايز مميزات وشياكه واستقرار يبقى سامسونج. اما بالنسبه لتجربه الجيمز فالمقارنه محسومه لصالح ريلمي. ليه بقى؟ اولا رغم ان المعالجين نفس القوه تقريبا، ولكن اعدادات الجرافيك في الالعاب اعلى في ريلمي. ببجي مثلا بتشتغل على اكستريم فريم ريت او 60 فريم، في حين ان سامسونج اخره فيها هاي فريم ريت حتى لو نزلت على اقل جرافيك، وده سببه ان المعالج في ريلمي عليه اهتمام اكتر من مطورين الالعاب لانه معالج مشهور وموجود في موبايلات كتير. غير اعدادات الجرافيك تجربه اللعب عموما اقوى في ريلمي علشان زي ما قلنا فرق حجم الشاشه. يبقى من حيث الاداء عموما انا شخصيا بفضل ريلمي لانه اسرع والرامات فيه اعلى، ولان تجربه اللعب عليه اقوى بفرق واضح من سامسونج. ده غير فروق تانية بتتفوق فيها معالجات ميديا تك عموما، زي قوه شبكه المكالمات مثلا، هتلاقي دايما الشبكه في سامسونج اقل بشرطه تقريبا من الشبكه في ريلمي. النقطة اللي جاية بقى فيها فرق رهيب ما بين الموبايلين، وهي استهلاك البطارية وزمن الشحن. من حيث البطارية فحجمها في الموبايلين واحد 5000 ملي أمبير، استهلاك البطارية في الموبايلين قريب من بعضه، الفرق مش كبير. باستخدام متوسط وعلى تردد شاشة عالي سامسونج عمل معايا 6 ساعات شاشة مفتوحة، وريلمي عمل حوالي 7 ساعات شاشة مفتوحة. لكن الفرق العظيم بقى هتلاقيه في قدرة الشحن في كل موبايل. من عيوب سامسونج A54 اللي اتكلمنا عنها في فيديو المراجعة انه جاي بقدرة شحن مش مناسبة لموبايل في السعر ده، 25 واط. لو شحنته بشاحن 25 واط هيشحن من 0 لحد 100% في حوالي ساعة وربع. ريلمي 11 برو بلس جاي ب4 أضعاف قدرة شحن سامسونج 100 واط، والشاحن ال 100 واط جاي مع الموبايل في العلبة، بيقدر يشحن الموبايل من 0 لحد 100% في حوالي 25 دقيقة فقط، يعني أقل من نص الوقت اللي بيشحن فيه موبايل سامسونج. بالتالي في جزئية البطارية الموبايلين زي بعض تقريبا، ولكن في زمن الشحن التفوق واضح جدا لصالح ريلمي. وصلنا لخامس نقطة معانا في المقارنة، وهي التجربة الصوتية في كل موبايل، وهنقولها بسرعة علشان نشوف بعدها حاجة مهمة جدا وآخر نقطة في المقارنة وهي الكاميرات. هنبدأ أول حاجة بالسبيكر. الموبايلين جايين بسبيكر ستيريو، الصوت بيطلع من السماعة السفلية وسماعة المكالمات في نفس الوقت. جودة الصوت في ريلمي كويسة لكن مش هي الأفضل، ممكن نديها 8 من 10، واللي خلانا نقول كده هي جودة صوت سبيكر سامسونج A54. أنا من رأيي إن ده أفضل سبيكر في السعر ده حاليا. الصوت مظبوط اكتر ومجسم فعلا ومليان تفاصيل، وتحس انه سبيكر موبايل رائد مش فئه متوسطه. ده غير وجود خاصيه الدولبي اتموس واللي بتشتغل مع السبيكر وبتحسن اكتر من جوده الصوت. ومن حيث درجه العلو فالموبايلين تقريبا نفس الدرجه. اما من حيث صوت سماعه الهاند فري فبيكون قوي وعالي في الموبايلين، وبيشتركوا كمان في حاجه تانية وهي انهم لا يحتووا على مخرج سماعه 3.5 مللي، وبيعتمدوا على مخرج التايب سي في تشغيل سماعه الهاند فري. وصلنا للحاجة اللي ناس كتير بتستناها وهي مقارنة الكاميرات، وعايزك تركز معايا. الكاميرا الأساسية في سامسونج 50 ميجا بكسل وفي ريلمي 200 ميجا بكسل. طيب تعالى كده نشوف هل في فرق في التفاصيل. لما نعمل زوم على الصورة دي مثلا هنلاحظ ان الفرق بسيط جدا لصالح ريلمي، وممكن ما تاخدش بالك منه اصلا، علشان كده بقول لك بلاش تاخد بالارقام قوي. نيجي بقى لمعالجة الالوان. في ريلمي هتلاقي تشبع الوان بزيادة اكتر من الحقيقة كعادة ريلمي، وده بيجمل الصورة اكتر للناس اللي بتحب كده. اما سامسونج فكالعاده برضو بتديك الوان اقرب للحقيقه، كانك شايف المكان بعينك مش بالكاميرا، فتقدر تقول ان معالجه الوان سامسونج مظبوطه اكتر. حتى في الاضاءه الضعيفه هتلاقي ريلمي عايزه تنور الصوره اكتر، لكن ده على حساب اللون انه بيبقى فاتح او بهتان شويه، بعكس سامسونج هتلاقي الاضاءه فيها حلوه مع المحافظه على اللون قدر الامكان. الوضع الليلي في الموبايلين بيعمل تاثير قوي على اضاءه الصوره، ولكن الالوان في الوضع الليلي برضو مظبوطه اكتر في سامسونج. اما الكاميرا الثانيه في الموبايلين فهي كاميرا
عريضة وايد انجل. التفوق هنا لصالح سامسونج في كل حاجة، سواء الدقة لانها 12 ميجا بكسل، في ريلمي دقتها 8 ميجا بكسل، او سواء في معالجة الالوان مظبوطة اكتر في سامسونج، او سواء في ان كاميرا سامسونج الكادر فيها اوسع وزاوية التصوير فيها اعرض. اخر كاميرا معانا هي كاميرا السيلفي، وهنا كل موبايل فيهم فيه ميزة. اولا الدقة في الكاميرتين واحدة 32 ميجا بكسل، فالتفاصيل واحدة تقريبا. كاميرا ريلمي ميزتها ان زاوية تصويرها واسعة جدا بالنسبة لكاميرا سيلفي، تحس انها كاميرا وايد انجل، والاضاءة فيها تحسها عالية اعلى من كاميرا سامسونج، لكن ده بيجي على حساب اللون. الوانها مش افضل حاجة، اللون بيبقى فاتح او بهتان شوية. كاميرا سامسونج بقى زاوية تصويرها عادية زي معظم كاميرات السيلفي، ولكن ميزتها ان الوانها افضل بفرق واضح من كاميرا ريلمي. الوانها مظبوطة اكتر، وكمان تصويرها في اضاءة ضعيفة سواء على الوضع العادي او مع تفعيل الوضع الليلي بيدي نتيجة افضل. اخر حاجة معانا في الكاميرات هي تصوير الفيديو. سامسونج بتصور بالكاميرا الخلفية والامامية لحد 4K، اما ريلمي بتصور 4K بالخلفية وفول HD بالامامية. الموبايلين فيهم تثبيت بصري في الكاميرا الخلفية، ولكن في ريلمي التثبيت البصري مش شغال مع تصوير الفيديو، لكن في سامسونج شغال مع تصوير الفيديو. يبقى باختصار سواء في الصور الثابتة او في الفيديو التفوق بشكل عام واضح لصالح سامسونج A54. عايزك بقى دلوقتي تعمل 3 حاجات مهمة جدا. اولا تشترك في القناة وتعمل سبسكرايب علشان توصلك كل فيديوهاتنا. تاني حاجة تستخدم اكواد الخصم بتاعتنا لو هتشتري اي حاجة من موقع نون. وتالت حاجة تشترك في جروب التليجرام وهتلاقي الرابط بتاعه تحت الفيديو. مستني تعليقاتكم واسئلتكم في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.